وجيل كامل بقى قعد المستشار حمدي ياسين اللي كان رئيس نادي قضاء مجلس الدوله ومجموعه كبيره، انا خايف انسى حد يعني. حتى القاضي الذي اصدر الحكم ضد احمد مرتضى كان زميل فاضل 70 سنه برضه دفعه. هو الحكم الاخير احمد مرتضى. فانا طبعا بشكرك وبشكرك طبعا لانك في عز جبروت غرفه او ما يسمى الوهم غرفه صناعه الاعلام، الفزاعه اللي كانوا بيخوفوا الناس. قناه العاصمه وانت بعتوا لي كاميرات لدايرتي وكنت بتنقل مؤتمراتي على الهواء مباشره وما خفتش. واللي انت الطريق اللي انت مشيت فيه المحكمه بعد سنه تقريبا قال لك هذه غرفه وهميه لا وجود لها. انت خدت حكم مع المستشار تقريبا؟ بص يا بيه، احنا هنبدا بقى بالغرفه. متوفيق ربنا يستر. اللي حصل بالظبط ان الاخ عمرو الشوكي كان ضيفا على السيده لميس الحديدي في قناه CBC. فقال قال كلام لا علاقه له بالواقع، مش هقول كذب لكن ملوش علاقه بالواقع يعني. انت بتحكي على الواقع نفسها. يعني السبب عايز اجيب لك السبب يعني. فاللي حصل بالظبط ان انا بعت رسائل للمخرج اعتقد استاذ نبيل اسمه، عايز تعمل مداخله عشان يرد، واحمد عمل رسائل يرد ما حدش سال فيه. وكان القناه كانت مخصصه وده كان ليه سبب. السبب ابله فاهيتا. السبب ابله فاهيتا. ابله فاهيتا دي دميه، هي بديله لباسم يوسف نفس فريق الاعداد اللي نفس المسرح نفس المكان نفس القناه نفس فريق الاعداد. لا ونفس القناه. اللي حصل بالظبط انه لما باسم كان موجود، انا بس هاخدها واحده كده، هانا جيش مصر، هانا شرطه مصر، هانا القضاء، هانا مصر كلها. فتقدمت ببلاغ الى السيد وزير الاستثمار، كان اعتقد الاستاذ صالح اللي هو كان رئيس اسامه صالح ورئيس هيئه الاستثمار. وطلبت ايقاف هذه المهزله وايقاف البرنامج اللي كان بيذاع في CBC. فصدر قرار من، انت عارف في حاجه اسمها المنطقه الحره هي بتجتمع واصدرت قرار في هيئه الاستثمار، اجتمعوا هناك واصدروا القرار. فتحدث السيد الببلاوي او البلاوي اللي هو كان رئيس وزراء مصر في هذا الوقت وقال له الغوا هذا القرار لانه يغضب امريكا. حاجه فجر يعني بصراحه. زي ما حصل بالظبط، عايزك يا ريت تجيب لي مصطفى بكر على التليفون، لان نائبه محترمه ابلغته انها قابلت السفير البريطاني. حاول تقول مصطفى بكر يا جماعه. مصطفى قابلت السفير البريطاني في احتفال كده، ولا مرتضى منصور لو جه رئيس لجنه حقوق الانسان في البرلمان مفيش اي معونات جايه لمصر، مفيش اي اسلحه جايه كده على طول. هات مصطفى بكر على التليفون هنجيبه. انا بس اوريك الحرب اللي معمول عليها انا ودني دلوقتي ليه. يعني كل حاجه